نابلس كتير حكاياتها وكتير آثارها وأماكنها والناس يلي تعددت وراحت وإجت عليها مثل كل وطننا فلسطين. اليوم حكايتنا حتبدأ من 1400 سنة لورا، بنروح للعصر الروماني، ومن العصر الروماني بنروح للأتراك. المكان يلي اليوم نحن فيه هو مكان كانوا الأتراك عم ياخدوه سرايا لإلهم ومسكن للسلاطين. اليوم عم نحكي عن إرث اتجدد من جديد، وحاولوا هالجماعة يلي قامت عليه إنهم يحيوا تراث من الماضي وعراقة بحيث إنها ما في يوم من الأيام تموت أبدا. لهيك أسسوا ورمموا الحمام الشامي. لنعرف أكثر عن هالحمام كونوا معي وتابعوني. نابلس هي التراث، هي الحمامات بالضفة الغربية. فكرنا نعمل حمام الشامي برفيديا، بما انها رفيديا قديمة، أصل روماني. فكرنا انه البلدة القديمة بس مختصة بالحمامات التركية، حبينا نعمل خارج البلدة القديمة حمام تركي يمثل نابلس وتراث نابلس. فكرت في قصة الحمام وشفت دار قديمة هي عبارة عن دير على زمن الرومان، يعني عمره 1300 سنة 1400 سنة. وبعديها اجوا الأتراك، كان سرايا للأتراك، عبارة عن سرايا. وبعديها فلتوا الأتراك سكنوا بيوت هون دول. اجي بعدين تركوا، قعدوا فترة متركين حوالي من 60 ل 70 سنة. جينا رممنا وسوينا حمام تركي. نجدد تراث مدينة نابلس بالحمامات التركية، ونحافظ على التراث، ونحافظ على البيوت القديمة اللي موجودة في نابلس، إنها ما تروح هيك. يعني معظم كتير بيوت قديمة موجودة ما حداش مستفيد منها. عندنا يومين للنساء اللي هو أحد وثلاثة، من الساعة 9 الصبح ل3 العصر. وطبعا كله موظفات ودارسين كلياتهم، يعني برضه الموظفات دارسين علاج طبيعي. عندنا لتنظيف البشرة، عندنا لرسم الحنة.
بوجه شكر لكل من ساعدني ووقف معي بهالمشروع، ومشروع ناجح. وبوجه الشكر للغرفة التجارية لمحافظة نابلس اللي وقفوا معنا بالافتتاح. الحمام العادي في الدور الواحد يعني أكثر من 10 دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ولا في عنده بخار، لا عنده ساونا، لا عنده بلاطة نار، يعني بده يليف حاله ويخرج. هون لا، عندك بلاطة النار بتريح عضلات الجسم، بسخنه. بعدين بتيجي عندك الساونا بتوصل ل 80 ل 90 درجة، يعني برضه الجسم بتفتح النسمات فيه. المساج، التكييس بيختلف نهائيا عن حمام الدور. الخدمات عندنا بلاطة نار، اللي هي عبارة بلاطة النار هذه بتيجي بتيجي حم، عبارة عن حم تحت البلاط ينام عليه الشخص. العضلات عنده بيرتخوا من اللحم. بعدين في عنا ساونا. الساونا يعني بتكون درجة الحرارة 80 ل 90 فيها. برضه إلها فائدة الساونا، يعني بتقلل من الدهون، بتحافظ على الجسم، على بشرة الجسم. بعدين عندنا البخار عبارة عن بخار سخن، غرفة بخار سخن. هذه برضه لتنظيف القصبات الهوائية، برضه بتحافظ على نعومة الجلد في الجسم. بعدين في مرحلة التكييس. مرحلة التكييس عبارة عن كيس خشن بيجي بنظف الجسم، بيمل الفتايل من الجسم، الجلد الميت، بفتح نسمات الجسم. بعدين بيجي مرحلة المساج، مساج كامل للجسم. وبعدين الحمامات اللي هو عبارة عن الليفة والصابون النابلسية، واحنا بنحافظ على التراث النابلسي بالصابون النابلسي. الحمد لله رب العالمين في إقبال منيح، وطبعا معظمها من عرب الداخل ومن هالبلد ومن الضفة، من منطقة رام الله، من منطقة جنين، من منطقة الخليل. الناس هي اللي بتعمل الدعاية. كل شخص بيجي بنبسط من الحمام الشامي بيعمل هو الدعاية، يعني بيجيبوا أصحابهم، بيجيبوا معارفهم، بيجيبوا قرايبهم، والحمد لله رب العالمين.
مدينة نابلس ويشوفوا مدينة نابلس باستمرار، من النظافة اللي فيها، من الناس اللي فيها يعني، والحمامات الموجودة، التراث الفلسطيني. نتمنى من تضلها نابلس العريقة بالضفة الغربية ويحافظوا عليها أهل نابلس والمؤسسات، إنها تطور وتجيب السياحة أكثر على البلد. مشاهدينا، من نابلس مدينة الحضارة، ومن الحمام الشامي اللي هو بيتكم للنضارة، أكيد بننهي حلقتنا لهذا اليوم وبنقول لكم يا ربنا نلاقيكم بالحلقات الجاية. كونوا معنا وانتظرونا، إلى اللقاء.